السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. النهاردة جايب لكم جزء جديد من مسلسل عجلة الزمن، فاكرينه؟ هنسيب لكم لينك الموسم اللي فات في صندوق الوصف، اتفرجوا عليه علشان تفتكروا أحداثه وتفهموا الدنيا ماشية ازاي. وطبعا دعم ولايك لكل الحلقات اللي فاتت اللي تعبنا فيها عشان خاطركم انتوا، ودعم ولايك للحلقة الجديدة. ولو انت أول مرة بتشوفنا يبقى تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. خلص الموسم اللي فات بعد معركة راند مع الأظلم في كهف عين العالم، بعد ما بنعرف إن الأظلم ده بيمثل قوى الشر وعاوز يسيطر على العالم كله من خلال السيطرة على نساء القوة الواحدة اللي بيتحكموا في قوة عناصر الطبيعة. راند بقى كان هو التنين المنتظر واللي بيملك القوة الواحدة، وهو الوحيد اللي يقدر إنه يقضي على الأظلم ويحبسه 3000 سنة تانيين. راند ما كانش هو التنين الوحيد، ده بيتولد من جديد بعد ما التنين اللي قبله بيموت، وهكذا علشان يكون هو حماية العالم لو الأظلم اتحرر وهدد سلام وأمان العالم من تاني. بس راند ما كانش على وعي بالقوى اللي بيمتلكها لغاية ما الآي سي دي موارد بتقابله وبيروح في مهمة إنقاذ العالم هو ومجموعة من أصحابه، كان منهم إيجوين وناينيف، أقوى بنتين بيتحكموا في قوة العناصر من آلاف السنين. وبنعرف إن القوة اللي بتمتلكها النساء دي اسمها القوة الواحدة، لما بيسيطر عليها الرجال بيتصابوا بلعنة الجنون، والسبب في اللعنة دي هو الأظلم. وفي المعركة الأخيرة اللي اتجمعوا فيها الإخوات المحاربات ضد جيش الشر، إيجوين كانت هتموت بعد ما فقدوا السيطرة على قوة البرق وبيتشووا بيها، وناينيف بتحميها وبتتصاعق بدلها. ومريم بتكتشف إن دي مش المعركة الأخيرة ولا حاجة بعد ما الأظلم جردها من قواها. أما راند فبيختفي ويخلي موارن تقول إنه مات علشان عارف إن كل اللي هيقرب منه هيموت بسبب كونه التنين وعمره ما هيكون في أمان. ده بقى كان ملخص للحلقات اللي فاتت سريع كده، زي ما قلت لك انزل في صندوق وصف الفيديو هتلاقي لينكها اتفرج عليها، وارجع لحلقات النهارده علشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي. But now we're on separate course. Protecting Rand. في ليلة بالليل بنشوف بيت وسط الوادي على شكل نجمة سداسية. كان في بنت بتلعب قدام البيت لما بتتفاجئ بمجموعة من وحوش الأورلوك جايين عليها بسرعة جدا علشان يقتلوها، فالبنت بتترعب وبتجري تدخل البيت وتقفل الباب وراها. وكان في اجتماع وعدد كبير من الناس متجمعين حوالين ترابيزة مستديرة، واللي مجمعهم هو الأظلم. وبنعرف إن دول المنسيين الأشرار اللي بيمثلوا الشر في العالم. في الوقت اللي كان راند فاكر إنه قضى عليه، طلع إنه حرره أصلا، والأظلم وقتها حرر المنسيين اللي بيساعدوا وبيخدموا الشر وبيتفق معاهم إنهم يستغلوا راند. وكان واحد من الموجودين دول هو الشخص اللي سرق بوق فاليرا الجزء اللي فات وقت المعركة. ولما الأظلم بيشوف البنت خايفة ومرعوبة كده بياخدها بره البيت وبيقول لها إن الوحوش دي ممكن ما تكونش شريرة، ومش عشان شكلها مخيف تبقى شريرة، ممكن جدا تبقى جعانة مش أكتر. يعني المظهر مش على طول هو اللي بيحدد طبيعة الكائن سواء كان طيب أو شرير. بيخليها تقرب من الوحش وتلمسه علشان تتأكد بنفسها إنه مش هيأذيها. وفي مكان في الجبل كانت موارن عايشة في قلعة بعد ما فقدت قوتها، وبقت طول الوقت حاسة إنها مش عايشة، لأن قوتها كانت بالنسبة لها مهمة جدا وبتحسسها بقيمتها وإنها ليها دور في الحياة. ولأن الحارس بتاعها كان بيتدرب لما بيلاقي حد جاي بسرعة على القلعة، وده كان زائر جديد لموارن من اللي بيجيبوا لها أخبار. ويجوين كانت في البرج الأبيض اللي الآي سي دي بيتدربوا فيه على استخدام قوتهم والتحكم في العناصر. كانت هي وناينيف، وكل اللي كانوا بيعملوه هو التنظيف والخدمة، وده كان جزء من تدريبهم. وألانا بتدربهم على أنهم يستخدموا خيوط التراب وخيوط المية وينسجوهم مع بعض، ومن خلالهم يصفوا المية الملوثة ويرجعوها نقية تاني في لحظة واحدة. ساعتها كل المتدربات بيبدأوا التدريب وأنهم ينفذوا اللي ألانا عملته، إلا ناينيف اللي ما كانتش عارفة تستحضر قوتها ولا تستخدمها. ساعتها ألانا بتتخانق معاها وبتقول لها إنها لازم تحاول لأنها أقوى متحكمة عناصر ظهرت من 1000 سنة. ناينيف بتتعصب عليها وبتقول لها إنها مش قادرة تلمس المصدر ولا تستحضر القوة اللي بتقول عليها دي. ولما لانا بتقول لها انها مش هتخرج من هنا الا لما تشرب الميه، ناينيف بتشرب كاس الميه الملوثه وتمشي، وهي بتقول لها انها ما حددتش انه يكون نظيف ولا لا. بعدها كانت الانا في اجتماع مع رئيسة البرج الابيض وباقي الاخوات، ولما بيعرفوا ان ناينيف لسه مش قادره تستخدم قوتها مع انها بقالها اكتر من 6 شهور في البرج، لياندرين قائدة الحروات بتقترح انها هي اللي تدرب ناينيف طالما محدش عارف يجيب نتيجة معاها. لما رئيسة البرج بترفض لأن لياندرين معروف عنها القسوة وبيموت تحت إيديها متدربات كتير، لياندرين بتطلب منها إنها تديها فرصة تتكلم بس مع ناينيف، فالرئيسة بتوافق. في الوقت ده في مكان تاني كان بيرن وليال في مهمة البحث عن بوق فاليرا اللي اتسرق يوم المعركة.
بيشوفوا إشارة نارية بعتها المتعقب الجديد اللي عينه اللورد انجتار، وإنه وصل لخيط يدلهم على مكان البوق. على طول البعثة بتتحرك، وبعد مسافة طويلة بيوصلوا للمكان اللي فيه الإشارة النارية، وبيلاقوا ألاياس مستنيهم على الطريق. ولما بيقولوا له يطفي النار اللي مولعها دي علشان ما يدلش فاين وأتباعه الأشرار على مكانهم، ألاياس بيقول له إنه مش هو اللي عمل الإشارة أصلا. بياخدهم على المكان اللي فيه الإشارة، وبيكتشفوا إن كان فيه قافلة وكل الناس اللي كانوا فيها تعرضوا لهجوم واتقتلوا. ساعتها بيرن عينيه بتتحول للون الأصفر، وبيشوف اللي حصل في المكان والهجوم تم إزاي، وبيعرف إن في بنت نجت من المجزرة دي وهربت. بنلاحظ إن إلاياس عينيه متحولة وثابتة على اللون الأصفر، اللي عينين بريم بتبقى تحول له ساعات وبتكون زي عينين الذئب، وده لأنهم هما الاتنين من البشر الذئاب، وليهم مع الذئاب رابط قوي وبيعرفوا يتواصلوا معاهم ويشاركوهم رؤيتهم. في الوقت ده القائد بيقرر إنهم يدفنوا الموتى الأول وبعد كده يبقوا يتحركوا. ولما بنرجع لموارين كانت لسه بتتفاوض مع الزائر اللي جالها، لأنه كان جايب لها حجر زي حجر القلب ومعاه مخطوطة مكتوبة بالدم من العهد القديم. ولما بيطلب منها 50 قطعة مقابل الحجر، وبيوافق على حجر واحد مقابل المخطوطة. موارين بتاخد المخطوطة وبتقول له إنها مش محتاجة الحجر في حاجة. بره كلام بيشتكي لصديقه إن موارين اتغيرت من وقت ما فقدت قوتها، ومارين بتعرف من الزائر إنه كان في 2 بيراقبوه. لما بتسأله كان شكلهم إيه، بيقول لها إنهم كانوا لابسين أسود في أسود ومعرفش يشوف وشهم بسبب القلنسوات اللي لابسينها على راسهم. ساعتها مارين بتحس بالخطر وبتنصحه إنه يمشي في طريقه بأسرع ما يمكن ويبعد لأبعد مكان يقدر عليه، وبتديله فلوس يشتري المؤونة اللي محتاجها. لما بتفتح المخطوطة بتقرا القصيدة اللي مكتوبة فيها وبترسم على وشها الرعب. في الوقت ده كانت ناينيب بتتدرب مع 2 من المحاربين، ولما بيعرفوا انها لغايه دلوقتي ما قدرتش تستحضر قوتها للسيطره على العناصر، بينصحوها انها لازم تحاول وتبطل عند، واللي هيخليها توصل للي هي عايزاه وتتحكم في قوتها هي اجابتها لسؤال واحد بسيط مش اكتر، وهو هي جايه البرج الابيض ليه؟ ساعتها ناينيب بتسيبهم وتروح لايجون علشان تتكلم معاها، بس مش بتلاقيها في اوضتها. وايجون كانت وقتها راحت لألانا علشان تطلب نصيحتها، لانها لما حاولت النهارده تستخدم خيطين قوه مختلفين في نفس الوقت كانت حاسه انها مشتته ومش عارفه تسيطر عليهم. وناينيف كانت راحت تتدرب مع نفسها لما بتتفاجئ بلياندرين جايه، وبتقفل الباب وراها وبتبدا تتكلم معاها، وبتعمل سيف من الهواء وتقول لها ان قوتها دي علشان تخليها تنتصر في اي معركه، مش انها تفوز كده وخلاص. مره واحده بتسيطر على ناينيف وبتقيدها بقوه الرياح وخيوط القوه اللي نسجتها بايد واحده. وناينيف كانت عاجزه عن انها تدافع عن نفسها، لغايه ما لياندرين بتقول لها ان السبب ان فصيله الحمراوات هي الفصيله الوحيده اللي ملهاش حراس رجاله، هو انهم بيعتبروا عامل تشتيت، وبينتهي بيهم الحال كضحايا هامشيه مفيش اعتبار لمشاعرهم ولا حياتهم زي حبيبها لان كده. واول ما لياندرين بتذكر اسم لان، ناينيف بتنفجر من الغضب بقوتها كانت هتأذي لياندرين. بس ساعتها لياندرين قدرت انها تحجبها عن مصدر القوه وتأيد حركتها، وكانت عامله زي مسلوبه الاراده والمشلوله مش قادره تتحرك بشكل طبيعي. ساعتها لياندرين بتقول لها انها هنا مش علشان تتعلم تتحكم في السيوف او ايا كانت الطريقه اللي اخواتها من الفصائل التانية بيعملوا بيها. لياندرين بتقول لها انها هنا علشان تتعلم القوى الواحده وازاي تتمكن منها وتسيطر عليها، وانها عاوزه تشوفها اقوى واحده في العالم، بحيث ان مفيش مخلوق على الارض يعرف يتحكم فيها حتى لو كانت لياندرين نفسها. بعدها لياندرين بترفع عنها حاجز الطاقه وبتسيبها وبتمشي وهي طاقتها مستنفذه. وبالليل كانت البعثه خلصوا دفن الاموات، ولما بيرن بيقول للقائد انهم لازم ينتقموا من العمل كده، القائد بيقول انهم لو اعتمدوا على الانتقام ومفكروش غير فيه مش هيفضل حد من شعبه، لان العنف بيجيب عنف والانتقام موت بيجيب موت ودايره مش بتخلص ابدا. اما مارين وهي بتقرا القصيده، لان بيدخل علشان يعرف منها ايه اللي بيحصل، بس هي بترفض تقول له اي حاجه وبتخانق معاها علشان عازلاه عنها ومش بتتعامل معاه زي الاول. اما ايجوين وناينيب بيجي لهم رساله من بيرن بيقول لهم كل الاخبار الجديده وبيتمنى انهم يلاقوا مات في يوم من الايام ويتجمعوا تاني ويحتفلوا بالاعياد سوا. وبنكتشف ان مات اللي فاكرينه اختفى محبوس في زنزانه البرج الابيض، ولياندرين هي اللي حبساه علشان يبعدوه عن الخنجر السحري وتاثيره عليه وما ينضمش للاظلم. ولما بنرجع القلعه كلان قاعد مع اصحاب موارين اللي بينصحوه انه ما يضغطش عليها ويسيبها، لان فقدانها لقوتها صدمه كبيره بالنسبه لها بتحاول انها تتخطاها كل يوم. ساعتها لان بيكتشف ان دي اول مره حد ينصحه انه يلتزم الصمت، وبياخد لموارين عشاها وبيروح يدخله اوضتها علشان تاكل لوحدها طالما مش عاوزه تخرج تتعشى معاه. بس المفاجاه ان موارين كانت غفلتهم كلهم وبتهرب على الحصان بسرعه رهيبه لغايه ما بتوصل للغابه. بتتفاجئ بواحد من الوحوش اللي ملهمش وش دول بيهاجمها، وما كانش بيظهر غير من الظل او الظلام الشديد. ساعتها موارين بتحاول انها تستخبى ورا الصخور، وكل ما الوحش يظهر كانت بتاخد حذرها لغايه ما بتغفله وبتقتله. بس بعد ما كانت فاكره انها انتصرت عليه وبقت في امان خلاص، بيظهر وحش تاني وبيطعنها في جنبها وبتقع على الارض بتنزف. في اللحظه اللي كان الوحش هيقتلها بيظهر لان وبيقتله بضربه واحده من سيفه،
بس بيرجع يظهر 2 تانيين وبيهاجموا لان اللي بيضطر يقتلهم هما الاتنين في نفس الوقت. ولان الوحوش دي كانت بتظهر في الظلام كانوا بيستغلوا النقطة دي وبيغفلوا لان وبيهجموا عليه مرة 2 لغاية ما بيصيبوا إصابات شديدة. ساعتها وارن بتحاول انها تستحضر القوة الواحدة بس مش بتعرف، تفاجئ بأصحابها وسطهم بيستخدموا قوة العناصر والنور وبيقتلوا الوحوش. في الوقت ده في الناحية التانية من المملكة كان راند صاحي مفزوع من كابوس بيجيله على طول، كان بيشوف فيه انه بيقتل كل اصحابه والاظلم بيظهر له بيقول له انه هيقتلهم كلهم. وتاني يوم بيروح راند المستشفى النفسية اللي في الفورجيت في مدينة كيرهين وبنعرف انه بيشتغل هناك. اما مورين فكانت برغم اصابتها بتستعد انها تتحرك وتروح البرج الابيض وبترفض ان لان يروح معاها لان اصابته هتعطلها وهو لسه ما تعافاش. في الوقت اللي كان ألايس بيقود مجموعة من الجنود من ضمنهم بيرن بيتتبع اثر باين لغاية ما بيوصلوا عند نهر، وألايس فجأة بيقفوا بيخليهم يعبروا. ساعتها بيوصلوا البيت وبيكتشفوا ان اهل البيت ده تعرضوا لهجوم شرس من الوحوش. ولما بيدخلوا البيت بيرني بيشوف رؤية عن اللي حصل هنا كأنه لسه بيحصل قدامه، ومجموعة من الأطفال كانوا بيلعبوا وبيتغدوا مع أهلهم لما فجأة واحد بيهجم عليهم وبيقتلهم. ساعتها بيرني ما كانش عارف يفرق بين الحقيقة والرؤية وعينيه كانت تحولت للون الأصفر. وقتها ألايس بيفوقه وبيقول له إنه لازم يتعلم يفرق بين الحقيقة والخيال. بيرني كان فاكر إن ألايس هو اللي بيخليه يشوف الرؤية دي، ما كانش عارف إن دي قوة عنده أصلا وما يقدرش يهرب منها ولا ينكرها. وألايس بيقول له إنه مصيره يتعود. ساعتها بقى واحد من الجنود بينادي عليهم لأنه اكتشف حاجة، ولما الكل بيروحوا معاه بيلاقوا جثة واحد من الوحوش معدوم الوجوه متعلق على الحيطة ومتعذب. ولما بيلاقوا إن الوضع خطير وقوى الظلام بتقوى وبتنتشر في العالم بيقرروا يتحركوا بسرعة ويروحوا يباتوا الليل في القرية المجاورة. ولما بنرجع لراند كان بيساعد واحد من المرضى وبيهتم بيه، والراجل كان في حالة صعبة وكان عنده فوبيا من الكل، وأول ما بيشوف راند داخل عليه بيخاف منه وبيفتكره من القايل وجاي يقتله. بس راند بيطمنه وبياخده في جولة يتمشى في المكان، والراجل بيحكي له عن الحرب اللي كانت من 20 سنة وبيبدأ يعلم راند حركة استخدام السيف. ساعتها واحد من الموظفين بيرزع الباب مرة واحدة والراجل بيترعب وبيقع على الأرض من الخوف من كتر اللي شافه في الحرب. فراند بيهديه وبيخليه يقول له على حركات تانية بالسيف وبيوعده انه يبقى يحاول يدخل سيف علشان يعلمه بيه. في الوقت اللي كانت ناينيف راحت مع لياندرين وبتشوف واحدة من المتدربات وهي بتستخدم قوتها الخارقة وبتعالج بنت مصابة بحمى تكسير العظام واللي تعتبر ملهاش علاج في موطن ناينيف. لياندرين كانت عاوزاها تشوف ده علشان تعرف ان قوتها ليها فوائد كتيرة جدا ومش بس للتدمير ده العلاج كمان، ده غير ان مفيش حاجة اسمها مستحيل. بعدها لياندرين بتقول لناينيف انه ممكن يكون في فصيلة من الاخوات بتعالج المرضى، بس الحمروات تفكيرهم مختلف، انهم بيحاولوا انهم يقضوا على المرض نفسه وبكده هينقذوا بنات وناس اكتر من اننا نعالج واحد ولا 2. وبتقول انها عاوزه تدربها. لما ناينيف بترد عليها بان الحمروات ممنوعات من التدريب، لياندرين بتقول لها انها لو اخذت اختبار القبول وبقت من المقبولين في البرج الابيض هيكون الوضع مختلف. وبعد ما لياندرين بتسيبها وتمشي بتروح لمات الزنزانه وتديله فطاير اشترتها له. هو ما كانش واثق فيها وفاكر انها حاطه له سم، بس اول ما لياندرين بتخرج وتقفل الزنزانه تاني بياكل الفطاير في لحظه وبيجري يشيل الدولاب من مكانه وبيكمل حفر في الحيطه، بيحاول يحرك الطوب ويعمل فتحه يهرب منها من غير ما حد يحس بيه. اجوين بقى كانت اكتشفت ان المستجده الجديده اللي هتسكن في الغرفه المقابله ليها هي إيلين تراكاند ورثة عرش المملكه، والاتنين بيتصاحبوا على طول. في الوقت اللي كانت ألانا بتحاول تقنع رئيسة المستجدات انها ترفض تدريب لياندرين لناينيف لانهم عاوزينها تعمل الاختبار وتدخل الاقواس علشان يعرفوا مدى قوتها، ولو خرجت من الاقواس لياندرين هتبدا تدريبها على طول. ألانا كانت خايفة عليها لانها بقالها 6 شهور في البرج ما قدرتش تستحضر قوتها ولا مرة، الا لو كانت غضبانة يعني مشاعرها اللي بتتحكم فيها وفي حاجز على عقلها مش قادرة تخترقه. ساعتها رئيسة المستجدات بتقول لها انهم عملوا تصويت والكل وافق على ان ناينيف تدخل اختبار الاقواس. وقتها كانت ناينيف راحت تدور على لياندرين علشان تتكلم معاه، بس بتعرف انها خرجت وناينيف بتروح وراها علشان تلحقها. ساعتها ناينيف بتلاقي نفسها في طريق مسدود بس بتكتشف ان في باب سري، لما بتفتحه وتمشي في النفق بتلاقي انها خرجت للسوق وبتكمل مراقبة لياندرين. ومجموعة بيرن كانوا وصلوا قرية جنب النهر وبيقرروا يباتوا فيها، وبيرن لما بيجي يدخل الفندق الياس بينادي عليه وبيقول له ان اللي ماشي معاهم دول مش جماعته، قصده ان هو والذئاب جماعته الحقيقيه، بس بيرن مش بيهتم بكلامه وبيدخل وبيسيبه. وراند في الوقت ده كان بيراقب الشاب اللي كان بيضايقه في المصحه وبيمشي وراه لغايه ما بيبعد عن الناس وفجاه بيختفي، ولما راند بيدور عليه بيتفاجئ بيه بيهجم عليه. ساعتها راند مش بيعرف يتحكم في قوته اللي بتظهر فجاه وبيمتص كل طاقه وروح الشاب وبيسيبه على الارض جثه هامده بشكل مرعب. ساعتها راند كان مرعوب من اللي حصل وبيجري على بيته وبيقفل على نفسه بعيد عن الناس قبل ما حد يكتشف اللي حصل. وناينيف لما بتخليها ورا لياندرين بتتفاجئ انها راحت تزور واحد عجوز ومريض حالته متأخرة. بنكتشف انه يبقى ابن لياندرين اللي مخبيه عن العالم طول السنين دي.
ساعتها ناينيف بتقول لها ان العلاج اللي بتديهوله ده بيتعبه اكتر وبيسبب له في الم شديد. ساعتها لياندرين بتتعصب عليها وتضربها وتطردها وبتقعد تبكي جنب ابنها اللي مش عارفه تعالجه. وبنعرف ان الاي سي دي بسبب القوه اللي بيملكوها بيعيشوا مئات السنين من غير ما يكبروا ولا يوم او تبان عليهم اثار الشيخوخه. علشان كده مش باين على لياندرين ان عندها ابن عجوز كده. في الوقت ده كان مات حرك حجر من الحيطه وبيتفاجئ ان جنبه زنزانه تانية، واللي كانت في الزنزانه دي مين؟ البنت اللي كانت في المطعم زمان. وموارن خلتها تتنبأ بمستقبل كل واحد منهم، راند وإجوين ومات وناينيف، علشان كانت عاوزة تعرف مين منهم التنين. ساعتها بتساعده بيشيلوا عدد كبير من الأحجار وبتدخل تقعد معاه. ومن وقتها لما بتشوف مات بتشوف رؤية إنه هيقتل راند بالخنجر المظلم، فبتخاف من اللي شافته. أما ناينيف كانت بتدور على إجوين لما بتسمعها بتتكلم مع إيلين على ناينيف. وإجوين كان باين من كلامها إنها غيرانة من ناينيف لما بتقول إنها مش بتتدرب ولا بتبذل مجهود وعنيدة مع المتدربات وبتوصل لأكتر من اللي هي عاوزاه. إنما هي إجوين مهما عملت والمجهود اللي بتبذله مش بتنول الاهتمام زي ناينيف. ساعتها إيلين بتنصحها إنها ما تفكرش بالطريقة دي تاني علشان صداقتها ما تتأثرش. بعد شوية كانت ناينيف اتفاجئت بالياندرين أخدتها وراحوا على القاعة اللي فيها الأقواس علشان تقوم بالاختبار بتاعها. وقبل ما بتدخل بيحذروها إنها تواجه مخاوفها جوه. موارن بقى كانت مع ألان بتتفق معاه على إنه يروح البرج وهو كان رافض. ساعتها بتقول له الحقيقة وإن راند عايش وإنه لها له بما إنه التنين المنتظر. وكمان بتقول له إن أشميل المنسي الأظلم اتحرر، وإنه في الوقت ده بيحرر باقي المنسيين، وبحررهم كلهم هتكون المعركة النهائية ومش هيكون لهم فرصة قصاد قوته، لأن بكل بساطة جردها من قوتها في لمح البصر. ألان برغم إنه عرف كل ده كان مصمم يحميها برضه. فمورين بتخلي ألان صاحبتها ترجع بيه على البرج حتى لو بالعافية وإلا هتقطع الرابط اللي بينهم. في القرية كان بيرن نايم بيفوق على هجوم مجموعة من الجنود المرعبين اللي هجموا على القرية كلها وكانوا بيقتلوا في الناس وبيقضوا عليهم. وبيرن وباقي أصحابه مش بيقدروا إنهم يتصدوا ليهم لأن عددهم كبير جدا وأقوياء بشكل رهيب، ومهما حاولوا إنهم يدافعوا ويهربوا مش بيعرفوا. خصوصا إن بيظهر 2 من البنات بيتحكموا في 2 من ناقلات القوة وبيهجموا بخيوط قوة الرياح على القرية بيبيدوها وبيتسببوا في دمار كبير فيها. والصبح كان بيرن فاق على الجنود وهم بيجرجروه هو والباقيين، وبيلاقي قدامه الأظلم أشاميل جنب الفيد اللي كانوا هاجموا المدن الساحلية في آخر مشهد من الموسم اللي فات. وراند بتنتقل له مهمة العناية بلوجن، وده اللي كان في الموسم اللي فات بيمتلك القوة الواحدة، بس الأظلم بيسيطر عليه لغاية ما بيتجنن. والياندرين بتهاجمه هو والحمراوات لغاية ما بيجردوه من قوته، لأن في نظرهم دنسها وأساء استخدامها على أساس إنها محصورة على النساء بس. وراند بيعرفه بنفسه بيقوله إن حاسس إن في بينهم عوامل مشتركة كتيرة. بعدها بنشوف ناينيف عند الأقواس ومعاه الياندرين ورئيسة البرج وواحدة تانية من الإخوات، وكان لازم هما التلاتة يكونوا موجودين علشان يفعلوا بقوتهم الأقواس السحرية اللي مفيش واحدة لوحدها تعرف تفعلهم وتفتح البوابة. وكانت مهمة ناينيف إنها تدخل الأقواس وتخرج منها 3 مرات، بس المشكلة إنها لما تدخل هتنتقل لبعد أو واقع تاني فيه أكتر مخاوفها، والبوابة هتظهر لها مرة واحدة بس لو عبرتها تخرج من الأقواس، إنما لو تجاهلتها تتحبس جواها لأن البوابة مش هتظهر تاني. وقبل ما تبدأ بيحذروها إنها لو وافقت تعبر الأقواس لازم تكمل النهاية، ولو رفضت تكمل في نص المهمة هتنطرد من البرج وهيدوها فلوس تكفيها السنة، بس مش مسموح لها إنها ترجع البرج تاني أبدا. وبيعرفوها إن في عدد كبير من البنات اللي دخلوا الأقواس ما خرجوش منها تاني أبدا، ولو كانت مترددة إنها تدخل فهي قدامها كمان محاولتين تدخل فيهم القاعة هنا، وفي الرفض التالت هتمشي من البرج. ساعتها الياندرين بتنصحها وبتقولها إنها لو بتعمل ده علشان حد تاني غير نفسها فهتفشل مش هتخرج من الأقواس، فلازم تقوم بالخطوة دي علشان نفسها وبس وإلا تتراجع أحسن. ساعتها ناينيف بتقول لهم إنها مستعدة، والتلاتة بطاقتهم السحرية بيفعلوا الأقواس. وناينيف لما بتعبر بتلاقي نفسها في ذكرى قديمة ليها وهي طفلة لما كان في إيديها أعشاب جذور الشوكة القرمزية المميتة، وأبوها أول ما شافها جري عليها وخلاها ترميها وأخدها على نهر تغسل إيديها كويس لأن العشبة دي مسممة وملهاش علاج. ساعتها لما ناينيف بتبص في المية وبتشوف انعكاسها وهي طفلة صغيرة، وفجأة بيلاقوا 2 مسلحين بأقواس بيطاردوهم وبيهاجموهم. وبعد ما كانوا هيقتلوا ناينيف وأبوها، أمها بتوصل في آخر لحظة وتقتل ال2 دول وبيهربوا جري على بيتهم بيستخبوا هناك في المخبأ. بس ناينيف بتتفاجئ إن أبوها وأمها بيقفلوا عليها هي في القبو وبيحاربوا الجنود علشان يقتلوهم قبل ما يوصلوا لبنتهم. بس ناينيف بتاخد سلاح وكانت رايحة وراهم تدافع عنه، وفي اللحظة دي بيظهر القوس وجواه البوابة اللي هتعبر منها. وكانت بين اختيارين، لما تطلع تدافع عن أهلها وتنقذهم ومش هتعرف ترجع زمانها تاني، يا إما ترجع وتسيبهم لقدرهم. ساعتها ناينيف بتفتكر كلام الاي سي دي ان البوابه مش هتظهر غير مره واحده، فبترمي السلاح وتعدي من البوابه. ومحدش كان عارف هل اللي بيحصل جوه الاقواس ده حقيقي وفعلا الاقواس بتنقل الناس لبعد تاني ولا دي مجرد خيالات.
بعدها ناينيف بتدخل القوس التاني وتلاقي نفسها المرة دي في بلاد النهرين، وناس كتيرة مريضة وانتشر بينهم حمى العظام، وواحد من الناس بتلاقي جنبه العشبة المميتة. ولما بتزعل الممرضة بتقولها انها بتعمل اللي عليها وبترحمه من العذاب، والمريض هو كده كده ميت، انما هي مش من حقها تحكم عليها لانها تخلت عنهم ومش بتساعدهم في المحنة اللي بلدهم بتمر بيها. بعد شوية كانت ناينيف قاعدة بتواسي تام على ما مفعول الأعشاب بيشتغل، وفجأة بتلاقي ان البوابة اتفتحت وبتقوم تعبر منها تاني. ولما بتخرج من القوس المرة دي كانت عاوزاهم ينتقلوا معاها لبلاد النهرين علشان يساعدوا الناس اللي انتشرت بينهم الأمراض وفي أزمة كبيرة، بس محدش من ICDA بيوافق وبيقولوا لها إنها لازم تكمل. فعلا ناينيف بتدخل القوس الثالث والأخير، والمرة دي مش بتحس ولا بتشوف حاجة غير إنها بتحس بألم فظيع وبتمر بلمحات مش مفهومة، لغاية ما بتخرج تاني من القوس وهدومها كلها كانت دم، بس مش بيطلع دمها، ده كان دم لان. ولما الإخوات بيرحبوا بيها وبيدوها الخاتم بتاعها وإنها بقت واحدة منهم، خلاص بترفض تاخده علشان هي مش زيهم ومش هتتخلى عن اللي بتحبهم مهما كان السبب، وبتمشي وبتسيبهم وهي عارفة إنها لو خرجت من البرج مش هتدخلوا تاني للأبد. بس ناينيف ما كانش عندها مشكلة في ده وكانت على قد اختيارها. بعدها بتروح تجمع حاجاتها علشان تمشي، ولما إيجوين بتحاول تقنعها تستنى، ناينيف بتقولها إنها لما جات البرج كان أصلا علشان خاطر إيجوين، بس دلوقتي هي مش محتاجاها. وبعد ما بتخرج ناينيف من البرج بتقابل لان زوجها، اللي أول ما بتشوفه بتجري عليه، وبتعرف إن أول ما عرف إنها في اختبار الأقواس وصل على طول علشان يدعمها ويحميها. ساعتها الاتنين بيقرروا إنهم يرجعوا بلدهم بين النهرين. بس في اللحظة دي ناينيف بتسمع صوت الإخوات وهما بيقولوا لها إن البوابة هتظهر مرة واحدة، وفعلا كان في القوس السحري بالبوابة ظاهر وراها، وعلى ما ناينيف بتلتفت كان اختفى. بس ساعتها بتحس إن اللي بيحصل ده حلم ومش حقيقي أبدا، وفعلا كان حلم. والICDA التلاتة كانوا لسه مستنيينها تخرج من القوس التالت لغاية ما البوابة بتتقفل وهي مش بتخرج. كانوا مصدومين من اللي حصل، والأندرين ما كانتش متأثرة زي الباقيين غير لما بيلموها على موت ناينيف، لأنها كده بالنسبة لهم ماتت خلاص أو ضاعت في بعد تاني مش هتعرف تخرج منه بعد ما الفرصة الوحيدة لخروجها اتدمرت. وفي القرية كانت الأميرة سورس بتفرض على أهل القرية إنهم يطيعوها ويقسموا ليها يمين الولاء والطاعة. ساعتها كان أونو عاوز إنهم يحاربوا الجنود، بس ما كانش معاهم لا أسلحة كفاية ولا عددهم أكبر من الجنود، ده غير إن في الجيش بتاع سوارس مجموعة من نقلات القوة هي اللي بتتحكم فيهم، وفي لحظة ممكن يقتلوا الكل. ساعتها كان في واحدة من الجنود أخدت بالها من أونو ومن كلامه، وأول ما الأميرة بتسأل مين هيكون أول واحد يحلف القسم، الجندية بتشاور على أونو اللي كان بيعافر وبيحاول يهرب منهم، بس هما بيضربوه وبيثبتوه. ولما بيرفض يقول القسم الأميرة بتخلي الجنود ينزلوه على ركبه وهما بيقولوا القسم بداله، ومرة واحدة إشارة من سورس بيوقعوه على الرمح اللي متثبت في مقدمة عربية الموكب، وبيدخل من بقه ويخرج من راسه. ساعتها الناس لما بيشوفوا المنظر المرعب ده بيخضعوا ليها وبيقولوا لها القسم لأن كرامتهم مش أغلى من حياتهم. وبإنه وقتها بيلاحظ إن أشاميل مركز معاه وله نظرة غريبة، في الوقت اللي كان راند مع لوجان اللي بيصرحوا إنه عارف إن التنين لما شافه قبل كده هو مقبوض عليه ومترحل في قفص. راند لما بيلاقيه عارف عنه كل حاجة بيصرحه وبيقول له إنه عاوز يعلمه إزاي يتحكم في قوته. لوجان بيرفض يقول له السر غير لما يجيب له مشروب نادر، وراند علشان يلاقيه صعب جدا فبيلجأ لسيلين صاحبة الحانة اللي هو ساكن فوقيها. هي بتوعده إنها تساعده إنها توفر له المشروب ده، بس بشرط إنه يروح معاها حفلة الأول. وفي البرج كانت إيجوين اكتشفت اللي حصل لناينيف وانهارت إنها فقدت صديقتها. في الوقت اللي كان مات تفاجئ بالأندرين بتحرره وبتسيب له باب الزنزانة مفتوح علشان يخرج ويروح مكان ما يحب، لأنها عرفت إن ملوش أهمية بعد ما تخلى عن أصحابه. ولما الأندرين بتروح تحرق الخاتم اللي كان مفروض لناينيف، إيجوين بتروح تتخانق معاها وتتهم إنها هي سبب في موتها، بس الأندرين بتقول لها الحقيقة وإن اللي خلاها تقنع ناينيف إنها تدخل الأقواس علشان مؤمنة بيها وبقوتها. بالليل كان في حفلة في قلعة كيرهين، وراند كان هناك هو وسيلين علشان يجيبوا المشروب النادر اللي هو عاوزه. وفي الحفلة بتيجي واحدة عجوزة تتكلم معاه، بنعرف بعد كده إنها أخت موارين الصغيرة أصلا. تكشف لراند إن البعثات اللي المملكة عمالة تكلم بيها الناس علشان يخرجوا يدوروا على بوق فالير مزيفة ومفيش جايزة ولا حاجة، دي كانت لعبة بس علشان الناس يخرجوا من المدينة بعد ما اتزحمت بالوافدين الجدد والناس اللي هربوا من قراهم اللي اتدمرت والوحوش المظلمة اللي بتهاجمهم. وراند بيتفاجئ إن سيرين هي كمان عارفة الحقيقة دي وما قالتلوش من الأول، بس لما بيلاقيها جابت له المشروب بياخده وبيسيبها في الحفلة لوحدها وبيمشي وبيروح على طول لليجوين اللي بيطلع إن كان بيخدعه وبيقول له إن مفيش سر ولا حاجة، وإن قوتي دي عمره ما هيعرف يتحكم فيها لأنها عاملة زي المية اللي بيصبها في كوباية مليانة هتفضل تفيض على الأرض من غير فايدة. ساعتها راند بيتصدم. فالبرج كان مات خرج من زنزانته، وخارج من البرج خلاص لما بيشوف إيجوين قاعدة بتبكي علشان ناينيف ماتت، وبدل ما يقرب منها ويواسيها بيقف جنبها يستخبى منها ويمشي قبل ما تشوفه، وبيطلع انه جبان فعلا زي ما الأندرين اتهمته. بعدها بيرجع الزنزانة وبيفتح الباب اللي بينه وبين مين، اللي بتتفاجئ ان باب زنزانته مفتوح وهو قاعد مش بيهرب، فبيقول لها انه مش عارف يروح فين ولا يعمل ايه، بس مين بتهرب معاه الاول وبعدها يبقوا يفكروا سوا. في
في الغابة في الناحية التانية من المملكة كان بيرني فاق ولقى الأظلم أشاميل قاعد قصاده، وكان بيحرضه علشان يظهر الوحش اللي جواه، وبيقولوا له في الآخر هينضم له في الظلام. فلما بيرني بيكتشف إن هو الأظلم بيتصدم وما كانش مستوعب لأنه عارف إن راند قتله، بس أشاميل بيتريق عليه علشان موارن ضحكت عليهم. فجأة بيهجم على الموكب مجموعة من الذئاب اللي بيهاجموا الجنود، وبيتحرر بيرني بعد ما إلياس بينقذه. في الوقت اللي بنتفاجئ إن مين متفقة أصلا مع لياندرين علشان تهرب مات، وفي خطة محدش يعرفها لياندرين بترسمها. أما راند فبيفوق من نومه وهو فاقد السيطرة على قوته، والنار بتنتقل في كل الأوضة من حواليه وبتولع في كل حاجة، وهو يدوب بيلحق نفسه وبيهرب من النار. وسيلسين ما كانتش عارفة إن هو السبب في تدمير بيتها، في الوقت اللي كانت إيجوين بتحاول تفعل الأقواس لوحدها علشان تدخل تدور على ناينيف وتنقذها، بس إيلين بتقولها إنها مهما حاولت مش هتعرف أبدا تفعلها لوحدها. فالاتنين بيقعدوا جنب الأقواس يفكروا في ناينيف وممكن تكون عايشة ولا لأ. ساعتها بنشوف ناينيف عايشة في كوخ في بلدها بين النهرين مع جوزها لان، وعندها بنت صغيرة، ومات وبيرن بيجوا يلعبوا مع بنتها. فجأة بالليل بيحصل هجوم من وحوش الطرولوك على الكوخ وبيقتلوا لان وبيرن ومات. ساعتها ناينيف بتفقد السيطرة على قوتها وبتفجرها في الوحوش تقتلهم. ساعتها بيظهر القوس السحري قدامها، فبتاخد بنتها وبتجري بيها علشان تعبروا البوابة قبل ما الوحوش يلحقوهم. بس أول ما ناينيف بتعبر البوابة وتخرج من القوس بتتفاجئ إن بنتها اختفت، فبتنهار لأنها ما كانتش مصدقة إن ده ممكن يكون حلمه بس. وإيجوين لما بتلاقيها ظهرت مرة واحدة كانت فرحانة جدا ومش مصدقة نفسها، وبتجري على صاحبتها تطمنها وتطمن عليها. ونشوف بعدها إن أشاميل أول ما اتحرر من الحاجز اللي كان مأيده بقاله أكتر من 3000 سنة، أول حاجة بيعملها إنه بيحرر واحدة من أتباعه المنسيين أول ما بيستحضر قوته الواحدة وبيسلطها على عين العالم. تظهر المنسية اللي كانت كلها غرقانة بالدم وبيقول لها جملة: الدم يغذي الدم، الدم يستدعي الدم، الدم كان وسيكون للأبد. وهنعرف أهمية الجملة دي بعدين. وبعدها بنشوف موارين راحت القصر، وعلى غير العادة أو اللي كانت أختها متوقعاه مش بتسلم عليها ولا بتتكلم معاها، يا دوب بتدخل ترتب أحوالها علشان رايحة تقابل حد. في البرج كانت ناينيف في حالة غريبة لأنها لغاية دلوقتي حاسة بألم فقدان بنتها اللي مش عارفة كانت حقيقية ولا مجرد وهم. في الوقت اللي كان لان مع ألم بيتكلم معاها وبتشرح له وضع موارين إنها قد إيه فقدانها لقوتها صعب. كانت موارين في أوضتها القديمة لسه على وضعها من عشرات السنين ما تغيرش فيها أي شيء، وصورتها مع أختها الصغيرة كانت على الحيط، ومع إن الفرق كان بينها وبين أختها أكتر من 15 سنة، لأن موارين دلوقتي لسه على هيئتها اللي كانت في الصورة، وأختها هي اللي اتقدمت في السن. المهم إنها بتروح على المصحة علشان تقابل لوجين وتعرف منه ضرب راند ولا لسه، عشان يوافق على إنه يدلها على مكان راند بتوعده إنها تحرره. فعلا بيقولها على عنوانه وهي بتوعده إنها تحرره في الوقت المناسب، وبتروح تدور عليه. ولما بنرجع لبيرن كان ماشي مع ألايس ومجموعة من الذئاب، وبيرن بيتفاجئ بصورة لغزال بيجري في الغابة، وساعتها ألايس بيشرح له اللي بيحصل وإنه مرتبط بالذئاب وبيقدر يتواصل معاهم وبيشوف اللي هما بيشوفوه. ولان كان بيقرا المخطوطة اللي سرقها موارب، بس حارس ألان بيشوفه وبيعرف إن في سر مخبيه. في الوقت اللي كانت موارن في فورجن بتدور على راند اللي كان وقتها مع سيلين على حافة جبل، نتفاجئ إن سيلين كانت على معرفة أصلا بالتنين اللي كان قبله، وإنها على مر الزمن بتقع في حب التنين الموجود، بس كان وراها سر أكبر من كده. وبالليل حارس ألان بيدخل يدور في حاجة لان لغاية ما بيلاقي المخطوطة وبيسلمها لألان. وقتها بتقرا الجملة اللي كانت فيها، ودي كانت نفس الجملة اللي كان أشاميل بيرددها وهو بيحرر المنسيات تابعة له، فبتعرف إن في كارثة هتحصل قريب. في البرج كانت ناينيف قررت إنها تهرب من البرج، ولما بتقول لإيجوين بترفض إنها تسيبها تمشي لوحدها وبتقرر إنها تروح معاها، مع إنها عارفة إنها لو اتكشفت مش هتدخل البرج تاني أبدا. ولين كانت بتراقبهم وقررت إنها تروح معاهم، بس هم خارجين من النفق بيتفاجئوا بالياندرين اللي بتهاجمهم مرة واحدة بقوتها الخارقة وبترميها على الصخور وبيفقدوا الوعي. وقتها كانت مين نايمة بتحلم برؤية مختلفة، ومرة واحدة أشاميل بيظهر وبيجبرها إنها توصل مات لكيرهن علشان في المقابل يرفع عنها اللعنة بتاعة التنبؤ بالمستقبل اللي تعباها دي. وراند كان لسه على الجبل لما بيتفاجئ بوحوش البيض بتهاجمه، وساعتها بيستخدم قوته الخارقة وبيقضي عليهم في لحظة. وسيلين كانت مصدومة إنه بتمتع بالقوة دي، وبتكتشف إن هو السبب في الحريق اللي دمر بيتها. ولما بنرجع لألان كانت قرأت المخطوطة وعرفت إن دي نبوءة من العهد القديم، والنبوءة كانت بتقول إن ابنة الليل رجعت تمشي من تاني في عالم البشر مستمرة في حربها القديمة، وهي بتدور على حبيبها الجديد اللي هيخدمها ويموت وهو بيخدمها. الدم يغذي الدم، ونفس الجملة اللي كان أشاميل بيقولها وهو بيحررها في الأول. وبنكتشف إن سيلين هي نفسها لانفير اللي بيتكلموا عليها دي، وكانت هتقتل راند لما بتتحول لهيئتها الوحشية. لما فجأة بتظهر موارين وبتطعنها بسيف في قلبها وبتذبحها وبتحرر راند، وراند بيهجم على موارين وبيسيطر عليها بقوته لدرجة إنه كان هيقتلها علشان قتلت سيلين، بس هي بتأكد له إن دي لانفير ابنة الليل وأخطر المنسيين، وإنها تشرح له كل حاجة بس يهربوا من هنا الأول. عشان راند عارف إن موارين كآي سي دي لا يمكن إنها تكذب بيصدقها وبيمشي معاها بسرعة،
وبنتفاجئ ان سيلين او لانفير اللي المفروض تكون ميتة فتحت عينيها تاني، وحاجة اخر رعب. تفتكروا راند هيقدر يتصدى لشر الأظلم وينقذ العالم فعلا، ولا ايه اللي هيحصل؟ ولانفير اللي مش بتموت دي هتعمل معاه ايه بعد ما موارن قتلتها وهو هرب معاها؟ في الوقت اللي بننتقل لمملكة شونشان، كانت سورس الأميرة اللي قادت الهجوم على القرية اللي كان فيها بيرن وفريقه، وكان وقتها الملك توراك على عرشه وحواليه كل الأمراء والنبلاء من مملكته. فلما سورس بتوصل ومعاها أشاميل والخادمة بتاعتها اللي بتتكلم بالنيابة عنها، الملك بيأمر سورس إنها تتكلم عن نفسها، وهي بتكلمه ساعتها بيزعلها علشان اللي عملته في القرية، وإن هجومها على القرية ده كان خطوة غير محسوبة وخطر عليهم، لأن القرية بعيدة جدا وعمرهم ما يعرفوا يحكموها زي اللي تحت إيديهم، فهي تعتبر في الناحية التانية من القارة. ولما بتيجي سورس تدافع عن نفسها وإنها قبضت على 2 أقوياء، واحد من الشينار والتاني من الأوغير، لما بتقول للملك إنه ارتكب خطأ بقراره ده، الملك بيغضب جدا وبيأمر إنها تنزل على ركابها، وبيخلي الجندي يقطع لها ضوافرها اللي تعتبر دليل على اسمه ومكانتها كل ما زاد طولها، وبتطردها من المجلس الملكي كمان. ساعتها أشاميل بيتقدم وبيقول له توراك إنه جايب له هدية ثمينة، وبيقدم له بوق فاليرا اللي الكل بيدوروا عليه. ساعتها توراك لما بيفتح الصندوق وبيشوف البوق على حقيقته بيفرح جدا، وبيقول له إن العالم هيبقى ملكهم دلوقتي. ولما بنرجع لراند، كان هو ومارين بيهربوا بسرعة جدا قبل ما لانفير تقوم تاني وتطاردهم. ولما بيوصلوا عند كهف في الغابة، مارين بتشتري الخيول اللي كانت هناك وبتخلي صاحبتهم تيجي معاهم علشان ما تكونش في خطر. فعلا التلاتة بيتحركوا بعد ما مارين بتقتل الحصان الرابع علشان لانفير ما تعرفش تحصلهم، ويا دوب مارين وراند وصحبة الخيول بيتحركوا بأقصى سرعة. كانت لانفير وصلت الكوخ واتفاجئت من ذكاء مارين وإنها قتلت الحصان علشان تعطلها، بس من حظها إن وقتها كان واحد معدي بيقرب منها علشان يساعدها لما بيلاقيها واقفة لوحدها وشكلها تايهة. وبعد ما بتعرف منه إن الطريق ده بيودي للطار فالون، بحركة واحدة من إيديها بتفجر راس الرجل وبتاخد حصانه وبتتتبع أثر مارين وراند. في الوقت اللي كان بيرن اكتشف إن ألياس واخده في الطريق المعاكس ومش رايحين ينقذوا أصحابه ولا حاجة زي ما كان مفهمه، ساعتها بيتخانق معاه لأنه كذب عليه. وألياس بيقول له إنهم مش جماعته الحقيقية هي قطيع الذئب اللي أنقذوه. وقتها بيرن بيقرر إنه يرجع وينقذ أصحابه، مش مهم عنده مين اللي أثرهم، وهيحاولوا زي ما تيجي أهم حاجة يعمل اللي عليه علشان ضميره يكون مرتاح. في الغابة كانت لانفير بتجري بالحصان بأقصى سرعة علشان تلحق موارين وراند، بس بنكتشف إن موارين وراند كانوا مستخبيين على جنب الطريق وهي ما شافتهمش، وموارين كانت عاملة الفخ ده علشان يهربوا في الاتجاه المعاكس ويكونوا في أمان. ولما راند بيسألها عن اللي بيحصل عاوز يفهم، مارين بتقول له إنه لما كان في عين العالم ما تغلبش على الأظلم ولا حاجة، ده حرر أكبر خدامه أشاميل قائد المنسيين، واللي بدأ في تحرير المنسيين واحد ورا التاني، وأول واحدة حررها هي لانفير ابنة الظلام، ولو حرر الباقيين يبقى دي نهاية العالم ومش هيعرفوا يتغلبوا على الأظلم وجيشه من المنسيين أبدا. راند كان بيحاول يستوعب كل المعلومات على قد ما يقدر. ولما بنروح لبيرن، كان ماشي لوحده راجع القرية اللي كانوا اتهاجموا فيها علشان ينقذ أصحابه، بس بيلاقي إن الذئب هوبر اللي بيتواصل معاه وبيشاركوا أفكاره ورؤيته جه وراه ومش بيرضى يسيبه لوحده. لما بيرن بيقول له إنه مش هيرجع غير لما يلاقي لويال وانجطار ويحررهم، ساعتها هوبر بيوري له رؤية لزميله المحارب الشونيتشان قتلوه متعلق في قفص علشان يكون عبرة لأي حد يتحداهم. فبيقرر بيرن إنه يرجع يدفنه الأول. فلما بيوصلوا بيجي يكسر القفص، واحدة محبوسة في قفص تاني بتحذره إنه هيعمل دوشة ويتمسك ويبقى زيهم. ساعتها بيجي واحد يحذر بيرن من إنه يساعد البنت اللي في القفص ولا إيده هتتقطع، وبياخدوه على فندق في القرية يبات فيه للصبح. ولانفير كانت وصلت أخيرا للخيول اللي كانت مع مارين وراند، بس بتتفاجئ إنهم مش موجودين. ولما بتسأل صاحبة الخيول بتقول لها إن مارين أمرتها إنها تتحرك للبيت الأبيض بأقصى سرعة ومتقفش خالص. ساعتها لانفير بتتعصب وبتخلي الست تفقد قدرتها على الكلام وبتختنق وبتسيبها بتكمل في طريقها. وفي الوقت اللي كانت لياندرين خطفت ناينيف وإجوين وإيلين، كانت عملت حاجز على ناينيف ما قدرتش انها تستخدم قوتها على التحكم في العناصر وتهرب. وناينيف بتفهم ان لياندرين انضمت للظلام وبقت بتخدم الأظلم وخطفتهم علشان تسلمهم له. أشاميل كان ساعتها مع سورس اللي كانت على آخرها من الغضب متضايقة من العقاب اللي نزل عليها، وبتتخانق معاه علشان هو اللي قال لها من الأول يهاجموا القرية دي. كانت عاوزة انهم يقتلوا توراك في أسرع وقت علشان تبقى هي الملكة، بس أشاميل بيتريق عليها وبيستغرب تسرعها وغبائها، لأنهم لو قتلوا توراك دلوقتي مملكة شونشان هتقع في حرب أهلية مش هيخرجوا منها أبدا، في الوقت اللي لازم يستعدوا علشان المعركة الأخيرة هتكون هنا في فالم وهينتصروا فيها لأن التنين هينضم لهم، وكل ده في النبوة. أشاميل بيهديها وبيقول لها إنه عارف السبب اللي خلاها تنضم للظلام، وبيقول لها كمان إنه محضر لها هدية في الطريق. أما بيرن بيساعد أفيندا البنت المحبوسة في القفص وبيحررها، وقبل ما يهربوا بيلاقوا نفسهم متحوطين بالجنود، ومرة واحدة أفيندا بتهجم عليهم بسرعة رهيبة وبتتغلب عليهم كلهم، وبيرن بيساعدها لغاية ما بيقضوا على كل الجنود وبيهربوا. ومارين كانت هي وراند رجعوا كيرهين تاني وراحت القلعة بتاعت أختها،
ولما راند بيستغرب خوفها الكبير وكان من شدة تعبه عاوز ينام، بتقول له إن ما ينفعش يناموا لأن لانفير قوتها هي السيطرة على عالم الأحلام، ولو نام هتلاقيه وهتدخل أحلامه تأذيه زي ما ممكن تأذيه في الواقع بالظبط. وبنكتشف إن الياندرين بتخدم أشاميل لما بتفتح بوابة بين الأبعاد وتنتقل لمملكة فالما علشان تسلمه ناينيف وإيجوين ويلين، ودي كانت الهدية اللي كان بيقول له سورس عليها. بس الياندرين مش بتلاقي أشاميل في انتظارها زي ما كانت فاكرة، وسورس بتتريق عليها وبتقول لها إنها مجرد خادمة للأظلم. ساعتها الياندرين بتتضايق منها خصوصا لما بتهنها وبتشوف البنات اللي من الاي زي داي متأيدين بأطواع على رقبتهم وزي العبيد سلاح في ايد سورس، فبترجع لناينيف قوتها تاني قبل ما تنتقل من البوابة. وناينيف بتتحرر في اللحظة اللي جنود سورس بيهجموا عليهم علشان يرجعوا بيهم القصر، بس ناينيف ما كانتش لسه عارفة تتحكم في قوتها ولا تستحضرها، فعلا هي اللي بتستخدم قوتها وبيهربوا هما التلاتة بسرعة. ساعتها جنود سورس بيطاردوهم وبيمسكوا إيجوين، انما ناينيف وإيلين هما اللي بيعرفوا يهربوا. فكروا هما الاتنين وبيسافروا مع القافلة على الطريق لغاية ما بيدخلوا في فالم، وناينيف كانت متسرعة وعاوزة تروح تدور على إيجوين على طول. إيلين بتقنعها انهم يستخبوا الأول لغاية ما يعرفوا يتحركوا في المدينة علشان ما يلفتوش الأنظار ليهم، بس فجأة بيظهر واحد ضخم من وراهم وبيضربهم هما الاتنين ويخطفهم. والياندرين بترجع البرج الأبيض وبتمثل إنها ما تعرفش ناينيف وإيجوين فين، ولما ميرن بتسألها عليهم لو كانوا فعلا راحوا مع الموكب الملكي، الياندرين بتقول لها ان جالها خبر ان في موكب اتعرض للهجوم من وحوش الظلام وممكن يكون ده الموكب بتاعهم، وبتجري بسرعة علشان تروح تحشد الإخوات ويتصرفوا بسرعة. بس ميرن كانت شاكة فيها أصلا. لانفير بقى بتنتقل لأحلام أشاميل، ولما بتتكلم معاه بتقول له على اللي حصل من موارن وما كانش متفاجئ. بتسأله ليه ما قتلش موارن. شامل بيقول لها ان الاي زي دي المكسورة أحسن من المقتولة، زيها كده بالظبط، المبادئ مصيرها تتغير. وان راند لما يشوف ان اصحابه ضلوا طريقهم هينهار وهيكون سهل التأثير عليه، يعني مات من يوم ما اتولد وهو مكتوب له انه هينضم للأظلم لا محالة. وبيرن كل يوم بيفوت عليه وهو بيتحول لوحش بيقرب اكتر لانه يبقى تابع لأشاميل. وبعد شوية كانت ناينيف فاقت اخيرا واكتشفت ان اللي خطفها حارس لواحدة من الاخوات الصفراوات اسمها ريما. وفي قصر الملك كانت سورس اخدت إيجوين وراحت تسلمها للملك كهدية لانها اقوى ناقلة عناصر عرفوها. ساعتها الملك بيأمر انهم يحطوا طوق على رقبتها ويروضوها. واحدة من السلدان بتحط طوق سحر على رقبة إيجوين وبيتحول وبيغطي كتفها وبتبقى واحدة من الدامن. والسلدان دول مجموعة من النساء بيتحكموا في الدامن اللي هم البنات اللي عندهم القدرة على التحكم في العناصر، ومن خلال الطوق السحر ده بيتحكموا هم في الدامن وفي قوتهم. ومن أول ما بيلبسوا الطوق ده وهم بيفقدوا السيطرة على قوتهم ومش بيعرفوا يستخدموها إلا بإذن السلدان، وبتبقى مسلوبة الإرادة زيها زي العروسة اللعبة بالظبط. ده اللي بيحصل لإيجوين في الوقت اللي موارن بعد ما كانت مأكدة على راند انه ما ينامش علشان لانفير ما تعرفش توصل له، بتغير رأيها وتطلب منه انه ينام ويسيب لانفير تجيله في احلامه ويخدعها هو المرة دي، وبتقول له ان الحقيقة ورا لانفير لانها ايام الحرب الكبرى كانت ضد الظلام وكانت بتحب التنين قبل ما يرجع لزوجته، بس هي علشان ترجعه ليها بتنضم للأظلم وتقسم له بالولاء والطاعة في مقابل انه يرجع لها التنين. هنا بنفهم كلام أشاميل لما كان بيقول للانفير ان كل واحد له تمن ورغبة عاوز يحققها، ورغبته دي هي اللي هتكون المفتاح اللي هيغير مساره من النور للظلام. وأول ما راند بينام بينتقل لعالم الأحلام وبيلاقي لانفير مستنياه وبتأيده في عجلة كبيرة وهي بتقول له أخيرا. وإيجوين بتتحبس في زنزانة وما كانتش عاوزة تستسلم وبتهجم على السلدام اللي أيدتها علشان تضربها وتهرب، بس بتتفاجئ إنها لما ضربتها هي اللي حست بالألم وحسته كمان مضاعف. ساعتها رينا السلدام بتقول لها إن الطوق لا يمكن هتعرف تشيله من على رقبتها مهما حاولت، فالأحسن لنا ما تحاولش. ورينا بتسألها على اسمها بس إيجوين بترفض تقول لها، فرينا بتتحكم فيها وبتعذبها لغاية ما إيجوين بتقول لها على اسمها. وأول ما رينا بتخرج إيجوين بتجري على المعصم اللي بتبقى رينا بتلبسه بتتحكم فيها من خلاله، بس قوة الطوق بتمنعها تقرب منه وبتتسمر مكانها وهي بتتألم لغاية ما بتقع على الأرض من شدة الألم. ولانفير كانت بتتكلم مع راند وبتقنعه إنه يسيب موارن ويبعد عنها، وده لو كان عاوز يعرف خطط أشاميل فعلا وتساعده. وراند بينفذ كلامها وبيمشي وبيسيب موارن في الوقت اللي كانت ناينيف مع ريما وبتقول لها إن الياندرين خانت العهود وهي اللي سلمتهم لشون تشان. وريما بتتصدم ان الياندرين بتخدم الظلام، يعني كل اخواتهم في البرج الابيض في خطر كبير. والياندرين في الوقت ده كانت راحت تطمن على ابنها لما لانفير بتظهر لها فجأة وبتقتل ابنها لانه كان الصلة الوحيدة اللي بتأيدها، ده غير انه كان في حالة بين الحياة والموت، لا بيعيش ولا بيموت. وسورس كانت عاملة حفلة وبتخلي الكل يتفرجوا على ليان وانجتار وبتأمر ليان انه يغني علشان تهينه، بس لما بيغني الشجرة بتبدأ تتحرك وبتكبر في الحجم والكل بينبهروا بيه وبسحره، فسورس بتتضايق وبتمشيه. وإيجوين في الزنزانة كانت بتفكر في خطة تقضي بيها على رينا، وبتفكر إنها أول ما تدخل من الباب تهجم عليها وتضربها لغاية ما تقتلها، بس لما بتيجي تنفذ فكرتها دي وتمسك الجرة علشان تضربها بيها بتتألم، الطوق بيمنعها من إنها تمسك أي حاجة بتفكر فيها إنها سلاح تقتل بيه رينا.
ورينا بتعذبها شوية وبتعلمها انها عمرها ما هتقدر تشيل الطوق من على رقبتها، والأحسن انهم يبقوا أصدقاء لأن ده السبيل الوحيد انها تعيش من غير ما تتعذب أو تموت. لان بقى كان مع ألانا وحراسها وراجعين على البرج الأبيض، بس هو بيقرر انه يسيبهم ويروح لوحده بعد ما عرف ان موارن مش في البرج الأبيض وانها في كيرهن. ساعتها حراس ألانا بيمنعوه انه يمشي، وألانا نفسها بتقيده بقواها السحرية وبتجبره انه يقول لها الحقيقة، ولانها استخدمت نسج الإخضاع لان بيعترف بالحقيقة وبيقول لها انهم وصلوا للتنين المبعوث وموارن راحت له. ودي كانت صدمة لألانا لأن من قواعد البرج الأبيض انهم لو وصلوا للتنين لازم يقتلوه، بس موارن كانت بتحميه، يعني بتتحدى القوانين. وراند في الوقت ده كان بيحلم بانه قتل كل اصحابه، وشاميل بيظهر له علشان يقنعه ينضم ليه ويكون اقوى، بس لانفير بتظهر فجأة في الحلم وبتحميه وبتقول له انها حمايته من اشاميل. ساعتها راند بيطلب منها انها تنقله للمكان اللي فيه ايجوين، وبيشوفها في الزنزانة وبيتصدم من الحالة اللي كانت فيها، بس قبل ما يكلمها لانفير بترجعه تاني. هو بيترجاها انها تقول له على مكانها، لانفير بتقول له ان اشاميل قبض عليها وحبسها. ساعتها راند بيقول لها انه مستعد يعمل اي حاجة بس تساعده يحررها. ايجوين بقى بتفوق من نومها بعد ما شافت راند في حلمها وكانت زي المجنونة، لانها عارفة لغاية دلوقتي انه ميت، ما تعرفش انه لسه عايش، وبتفتكر انها بتتجنن. وبالليل كانت السلدان معاها واحدة من الدامن بيدوروا في المدينة على ناينيف وإيلين. ساعتها ريما كانت بتقول لناينيف على الطريقة اللي هينقذوا بيها ايجوين، وبتوريهم طوق ومعصم سحري، وبتقول لهم ان لو عرفوا يكسروا الطوق ده هيعرفوا ينقذوا ايجوين. وبنعرف ان الطوق ده كان لواحدة من اخوات ريما السلدان اسروها، وعلى ما هي جت تحررها ما عرفتش والطوق ما تفكش من على رقبتها غير بموتها. وراند بيروح المصحة النفسية للشخص اللي كان بيرعاه وبيطلب منه يدربه على استخدام قوته، وفعلا لما راند بيحرره القوة اللي جواه كانت مهولة، ومن شدة النور اللي خرج منه كان زي الانفجار بالظبط. لما فجأة بيفقد السيطرة وبيقع على الأرض، والتاني بيقول له إنه لازم يتقبل قوته لأنه مع قوة بالحجم دي مش مهم مين اللي هيواجهه، لأنه هيقدر يتغلب على أي حد مهما كان. بعد ما راند بيخرج من المصحة بيسمع صوت مات بيلعب وبيتراهن في الشارع مع الناس، فبيمشي ورا الصوت لما بيتأكد انه فعلا مات، وكان فرحان جدا انه لقاه. في الزنزانة كانت ايجوين عرفت من رينا ان اللي اخترعت الاطواق دي واحدة من الاخوات في البرج الابيض من الاف السنين. طبعا ايجوين ما كانتش مصدقه لان الاخوات الاي زي دي مش بيستعبدوا حد، ورينا بتقنعها ان الاي زي دي بيعلموهم خدع بسيطة علشان ما يوصلوش لاقصى قواهم الحقيقية، انما السلدام العكس. وبتناديها عند الشباك وبتخليها تبص على الشجرة اللي في الساحة قصادها، وبتخليها تحاول تحس جذور الشجرة بقوتها السحرية. وايجوين بتعمل كده، وساعتها رينا بتقول لها تحاول تدفي الجذور وتزود حرارتها شوية بشوية لغاية ما النار بتاكل الشجرة من جوه لبره. الدخان بيملى المكان لغاية ما الشجرة فجأة النار بتولع فيها وبتتفحم. بعدها رينا بتأمر ايجوين انها تشيل جرة المية وتصب لها كوباية، بس لان ايجوين كانت بتفكر في الجرة على انها سلاح مش بتعرف تقرب منها وبتتألم، وساعتها رينا بتنزل فيها ضرب من شدة غضبها منها. وناينيف وإيلين كانوا وقتها بيفكروا في طريقة ينقذوها بيها. اما راند فكان بعمات وبيقول له على ان اشاميل حابس ايجوين وبيطلب منه انه يروح معاه على فالم علشان يحرروها، بس لما مين بتعرف ان مات قابل راند بتحذره من انه ما ينفعش يروح معاه لانه هيقتله في النهاية بالخنجر السحري المظلم. ولما مات بيعرف انها هي اللي قادته هنا وورطته بيتخانق معاها وبيمشي. ومورين بتبعت رسالة لسوان رئيسة الاخوات، بس قبل ما الرسالة بتتبعت اصلا كانت سوان هنا ومعاها 14 من الاخوات، وبتطلب انها تقابل موارن في الوقت اللي لان وألانا بيقابلوا راند وبيقبضوا عليه وبيسلموه لسوان. وفي مملكة فالم كانت ريما وناينيف وإيلين بيستخدموا قواهم السحرية علشان يكسروا الطوق ويلاقوا طريقة لفتحه علشان لو نجحوا يقدروا يحرروا ايجوين، بس ناينيف بتستخدم قوة أكبر من المطلوب، وبتعرف إن السبيل الوحيد علشان يتحكموا في الطوق ويكسروه إن واحدة تلبسه. وفجأة الجنوب بيحاصروا المكان بره، وريما بتخرج هي تضحي بنفسها وتحاربهم علشان تبعدهم عن ناينيف، بس للأسف إن الدامن بتقتل الحارس بتاعها في اللحظة اللي ريما قالت له يقتلها فيها علشان ما تحولش لدامن. وريما بتسيطر على السلدام وتقتلها بطريقة مرعبة خلتها تكسر ولا مليون حتة، تتحكم فيها وتلف جسمها حوالين نفسها، بس في الآخر بتتحول لدامن لما واحدة من السلدان بتغفلها وبتلبسها الطوق فجأة. أما ايجوين فكانت بتعذب عذاب أقرب للموت، ورينا علقتها من الطوق في الحيطة. كانت بتتخنق علشان تكسر كبريائها ورغبتها في القتال وتحرير نفسها. فعلا في الآخر ايجوين بعد ما كانت على بعد خطوة من الموت بتستسلم وبتاخد الجرة وبتحط منها مية في كوباية رينا، وبكده يبقى ترويض ايجوين انتهى وبقت دامن رسمي. ساعتها ايجوين بتنهار وبتبكي بحرقة انها تفضل عبدة كده. وقتها اللي كانت في الزنزانة جنبها بتنادي عليها وبتقول لها ما تبكيش لانها اقوى واحدة واكتر واحدة اخدت وقت على ما استسلمت. وبنكتشف ان اللي بتقول لها كده هي ممثلة الاخوات الزرقاوات اللي ريما كانت بتقول لناينيف عليها، اتحولت لدامن ومن وقتها ما اتحررتش وبقالها سنين على الحال ده. بنرجع فلاش باك بقى 20 سنة علشان نعرف السر ورا كل اللي حصل وغير حياة الاي سي دي.
في الوقت ده كانت الحرب انتهت، وموارن كانت بتفكر في انها اخيرا هتخرج من البرج وتعيش حياتها بحرية بعيد عن القيود والقوانين. ساعتها هي وسوان بيدخلوا يقابلوا جيتارا سيداي واللي كانت فاقدة البصر، بس فجأة بتحس بألم وبتشوف رؤية، بتحس بكل الألم اللي كانت الست اللي في الشمال حاسة بيه. فاكرين مين الست دي بقى؟ دي والدة راند اللي كانت بتمر بآلام الولادة في أول مشهد من المسلسل في البداية لو تفتكروه. وبتعرف جيتارا إن التنين اتولد من جديد. ساعتها جيتارا بتطلب منهم الاتنين إنهم يدوروا على التنين لغاية ما يلاقوه من غير ما حد يعرف، ويجهزوا العالم لأتباعه. وبتموت جيتارا في نفس اللحظة اللي بتموت فيها والدة راند، ومع الرؤية دي بتموت أحلام وارن في إنها تعيش حياة وردية وآمنة. ومن وقتها وهي بقت أبعد ما يكون عن السعادة، حتى ضحكتها فقدتها في اليوم ده، وبقت كل حياتها متكرسة للتنين اللي مبعوث إنها تلاقيه وتدربه وتحميه. في الوقت الحاضر موارن بتقابل سوان اللي كانت متفاجئة إنها خبت عليها طول الوقت ده إنها وصلت للتنين، ولما بتقابل راند بتسيطر عليه بالقوة الواحدة في الوقت اللي كان مات ماشي في الشارع وبيهجم عليه واحد غامض، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في فالم ولانفير قدامه. أما إيجوين فكانت مع رينا في اختبار للسلطان مع الدامن بتوعهم علشان يعرفوا مستوى وقوة كل واحد فيهم. أما لياندرين فبتوصل بيت أخت موارن وبتهدد ابنها اللي زفافه كمان كام يوم على الملكة، وإيجوين كانت رينا بتتحكم فيها وبتخليها تحرر كل قوتها وتعمل موجة انفجار بتمتد قوتها للمدينة مع إنهم كانوا في الصحراء بعيد جدا. في الوقت اللي لويال كان ماشي في السوق وناينيب بتشوفه وبتاخده على جنب علشان تتفق معاه على خطة يهربوا بيها كلهم. ولما بتسأله على الزنزانة اللي إيجوين محبوسة فيها بيقول لها إن محدش بيدخل هناك غير السلدام وبس، والحراسة مشددة جدا مستحيل إنهم يعرفوا يوصلوا لها. شاميل كان مع مات وبيقول له إن لو عاوز يعرف حقيقة حياته السابقة وهو مين يشرب من شاي سحري عمله له، وبيسيب له الشاي ويقول له إنه لازم يشرب منه كوباية واحدة بس قبل ما يعدي ربع ساعة. ساعتها هيشوف ال1000 حياة السابقة اللي عاشهم قبل كده لغاية ما يوصل لشخصيته الحقيقية. فعلا بعد شوية مات بيشرب كوباية، بس فجأة بيحس بدوخة وبيشوف تهيؤات، وأمه بتتخانق معاه وبتهينه وبتتهمه إنه فاشل ومالوش لازمة زي أبوه بالظبط، وبيشوف أبوه وهو بيشنق نفسه وبيموت. ساعتها كان مات انهار ووقع على الأرض هيتجنن حرفيا. في الوقت اللي كانت سوان حجبت راند عن القوة الواحدة وبيفقد قوته، بس هو كان فاهم الخطة كويس وإن شاميل ولانفير عاوزينه يروح فالم ويعلن عن ظهوره هناك علشان النبوءة تتحقق قبل ما يقتلوه. ولياندرين كانت راحت لابن أخت موارن وبتطلب منه إنه يقتل موارن وأمه كمان لو كلفوا الأمر، وبنعرف إنه هو كمان متواطئ مع شاميل. ولما راند بينام بيشوف لانفير في أحلامه وبيطلب منها إنها تساعده يخرج من المدينة. فعلا لانفير بتهاجم على المدينة وبتولع فيها، وبتقوم حرب أهلية في المدينة والدمار والقتل بينتشروا في كل مكان. ساعتها كلان راح للوجن علشان يعرف منه ازاي موارن فقدت قوتها، ولوجن مش بيقول له غير لما لان بيديله مفتاح الزنزانة اللي محبوس فيها. ساعتها لوجن بيقول له انها ما فقدتش قوتها ولا حاجة، كل الحكاية ان منسوج حواليها آلاف القيد زي الشرناية حابسة قوتها. وبيرن كان وقتها هو كمان مع افيندا في طريقهم لفالم. ناينيب بقى كانت غفلت واحدة من السلدام ولبستها الطوق في لحظة وبيسيطروا عليها هي وألين. وابن أخت موارن كان متفق مع واحد من الحراس انه يخدر موارن وبيروح على هناك علشان يقتلها، بس بيتفاجئ ان ده فخ من امه وبتحبسه هو في الزنزانة لانها كانت سمعت اتفاقه مع لياندرين وما قدرتش تقف تتفرج على اختها وهي بتموت. بره في الناحية التانية من القلعة كانت موارن بمساعدة فيرن هربت هي وراند. اما سوان بقى والاخوات فكانوا متجمعين وبيستخدموا قوة العناصر في انهم ينزلوا المطر على المدينة ويطفوا الحرائق اللي كانت بتاكل في المدينة. ولما بيقول لموارن على اللي عرفه من لوجن وانها ما فقدتش قوتها، دي قوتها معقودة ومنسوجة بعقدة بتمنعها من انها تستخدمها. ساعتها راند بيستخدم قوته علشان يتأكد من كلام لان، وفعلا بيلاقي عقدة عليها، فمورن بتقول له انها واثقة فيه يستخدم قوته علشان يفك العقدة ويحررها. فعلا راند بيستخدم قوته وبيسلطها عليها زي شعاع من نار بيخترق جسم مورن وبيقطع العقدة. وفي اللحظة دي مورن بتحس انها اتحررت وبتستعيد قوتها وبتفتح بوابة الطرقات علشان يروحوا فالم يحرروا إيجوين. بس فجأة بتظهر سوان وبتقيد راند وبتجبر موارن على انها تقفل بوابة الطرقات تاني. فعلا موارن بتسمع الكلام حفاظا على حياتهم، بس في اللحظة دي بتظهر لانفير وبتهاجم سوان وتصيبها، وساعتها راند بتحرر وكانت هتقتل موارن ولان، بس راند بيمنعها وبيقول لها انها لو عاوزة مساعدته ما تأذيش حد فيهم، وكلمته بتمشي ولانفير بتفتح بوابة الطرقات لفالم وبيعدوا منها هي وموارن ولان وراند. وروسان ساعتها كانت مصدومة من موارن وانها سابتها تتعرض للأذى ومشيت مع لانفير. بنرجع قبل 3000 سنة في عين العالم. كان لويس التنين الأول وهو وسبعة معاه أيدوا أشاميل، وبنكتشف إنه كان صديقه المقرب. أشاميل كان عاوز لويس يكسر عجلة الزمن علشان الأظلم يتحرر ويخرج يحكم العالم بعد ما كل اللي على الأرض يتمكن منها الظلام، ولويس بيرفض.
ساعتها أشاميل بيترجى إنه يقتله لأن عارف إنهم هيتولدوا من جديد ويرجعوا لنفس النقطة دي من جديد، بس لويس مش بيرضى يقتله لأنه عارف قد إيه أشاميل بيتمنى الموت وبيكره الحياة دي. بيختموا بقوة السحرية هو والسبعة الباقيين، وبتحبس أشاميل في لوح من عجلة زمن عليه رمز اليين واليانج. ولما راند وموارن بقى كانوا هنا في عين العالم، وراند تخيلوا إنه قضى على أشاميل على إنه الأصنم بيطلع إنه حرره من الختم السحري اللي كان بقاله 3000 سنة. وفي الوقت الحاضر كان الجيش الأبيض مجتمع في واحة قريبة من فالم وبيستعدوا علشان يهجموا على المدينة بعد ما درسوا كل حاجة وإزاي يتغلبوا على السلدام والدامن، خصوصا إن عددهم كبير وقوتهم مهولة. ساعتها الملك بيقول لابنه إن عندهم سلاح خفي مش عند مرتزقة فالم، في الوقت اللي كانت لامبير مع راند وموارن ولان ماشيين في كهف علشان يوصلوا لبوابة الطرقات. لما موارن بتكذب على لامبير وبتقول لها إنها ما تعرفش تفتح البوابة، بتطلب منها إنها تفتح بوابة على فالم. لامبير بتتريق عليها وبتقول لها إنها مش هتعرف تضحك عليها لأنها شايفة الخيوط المنسوجة حواليها كويس وإنها استعادت قوتها. لامبير بتفتح بوابة وبترمي موارن ولان فيها، وهي بتقول لها ان لما يجي الوقت المناسب ترفع الرايه. ومورين بتلاقي نفسها خرجت من بوابه على شاطئ بعيد مسافه كبيره جدا عن مدينه فالم، وبعدها لامبير بتخلي راند يتمسك بيها وفي لحظه بتنتقل بيه للمدينه. اما بيرين فكان مع افيندا والمحاربات اصحابها وداخلين بوابه فالم. ساعتها كان أشاميل بيتفرج من بلكونه جناحه على المدينه وبيتفاجئ بوجود لامبير وراه، فبيستغرب ايه اللي جابها دلوقتي. لامبير بتصدمه وبتقول انها جت مع راند، وساعتها أشاميل بيتخانق معاها لان لسه الوقت المناسب ما جاش علشان خطوه دخول راند فالم، وده لانه لسه مش مستعد ومش هينضم للظلام. لامبير بتقول ان الحكايه مساله وقت عمال ياجل فيه وخلاص، مكتوب هيحصل النهارده او بكره، فمش فارقه. بيسالها أشاميل انا ليه حررتك انت الاول؟ كان يقصد السؤال فعلا لانه في اللحظه دي كان متاكد ان لامبير خانته واتحدت مع راند ضده. ناخد بالنا ان في اوضه أشاميل موجود 6 ألواح اللي محبوس فيهم الستة المنسيين، وبره على اطراف المدينه كان في مجموعه من المحاربين بيقربوا لبوابه المدينه ومعاهم اوعيه بخور سحريه بتعمل ضباب، والجنود اللي بيحرسوا فالم ما بقوش شايفين حاجه. فجاه بيخرج من الضباب ده الجيش الابيض وبيهجموا على المدينه وبيدخلوها فجاه من غير ما الحراس يعرفوا يتصدوا لهم او يمنعوهم. وقتها كانت ناينيف بدلت لبسها مع الصدام اللي قبضت عليها ولبستها الطوق، وناينيف كانت بتتحكم في الصدام وبتجبرها انها تدلها على المكان اللي اخدوا فيه ايجول ولا هتعذبها لغايه ما تتمنى الموت ومش هتنوله. في نفس الوقت اللي كانت رينا السلدان بتتحكم في ايجون وبتجهزها علشان المعركه، بتقول لها القوانين اللي لازم تنفذها، وانها لو خلفت امرها هيكون اول عقاب ليها قطع لسانها والتاني قطع ايديها. ولما رينا بتأمر ايجون انها تقف، ايجون مش بتتحرك من مكانها، وساعتها رينا بتجبرها انها تحط الخنجر على لسانها وكانت هتقطعه، فايجون بتقف بسرعه خوفا منها وتحت التهديد، ورينا بتعاقبها بانها تقطع لها شعرها الطويل بحركه واحده من الخنجر علشان تفكرها هي ممكن تعمل فيها ايه. أشاميل ساعتها كان مع فاين وبيكلفه بمهمه جديده، هي انه يوصل الخنجر المظلم لمات علشان اول ما يمسكوا الظلام يسيطر عليه ويحقق النبوءه ويقتل بيه راند. ولما فاين بيقول له انهم لازم يكسروا العجله، أشاميل بيقول له ان التنين بس هو اللي هيعرف يكسرها، وده مش هيحصل الا اذا تحول للظلم وحلف يمين الولاء للأظلم. وأشاميل كان عاوز كل ده يحصل النهارده والا هيضطر يستنى الحياه التانيه اللي جايه تنين يتولد من جديد. ساعتها فاين بيروحوا الأوضة المحبوس فيها مات وبيحط الخنجر على الترابيزة. ساعة ما مات بيشوفه بيترعب وبيبعد بعيد لأنه عارف تأثير الخنجر ده عليه لو لمسه. وناينيف كانت أجبرت السلدان إنها تدلها على مكان إيجوين اللي كانت ساعتها مع باقي الدومن طالعين البرج العالي علشان يحموا المدينة من هجوم الجيش الأبيض. ساعتها كان راند مستخبي وبيشوفها وهي طالعة على البرج في الوقت اللي كانت موارن مع لام في طريقهم لفالم، ولام بيقنع موارن إنها ترجع الرابط اللي بينهم تاني واللي بيخليه يفهمها من غير ما تتكلم امتى يحارب ويتحرك من غير ما تقوله بلسانه، وبيربط افكارهم ببعض. وفي المدينه كان بيرني لقى اصحابه واللي قدامه معاهم بوق فالير واللي ساعدتهم في انهم يلاقوه كانت لانفير. وعلى البرج كانت دومان السلدان بيتحكموا فيهم وبيخلوهم يرموا كرات من النار على المدينه والجيش الابيض اللي بيهاجمهم. اما راند فبيروح على القصر، ولما بيتواجه مع تراك وحراسه بيقتلوا بقوه السحريه من غير حتى ما يرفع ايده. وعلى الساحل كانت موارن بتقرب من المدينه هي ولان، تفهم ان لانفير فعلا بتساعدهم وخططت لكل ده. لما بتشوف السفن اللي في البحر والبرج بيلوح في الافق فبتفتكر النبوءه. ولانفير وقتها كانت قابلت الراجل اللي كان بيحاول يبيع لموارن حجر القلب قبل كده، وبتتفق معاه انه يجيب لها 6 احجار يكونوا سلام مش مكسورين ويستناها في مركب بعيد عن المدينه علشان يرموهم في قاع المحيط. ولما بتلاقيه مش موافق في الاول وانه كده هيخسر ثروه كبيره، بتطلع له كيس ذهب وبتدوله وبتقول له انها تعوضه. سورس في الوقت ده كانت في اوضتها مستنيه اوامر أشاميل اللي بيجي وايديه كانت كلها رمل، وبتفاجئ لما بيعرف ان توراك مات وان راند هو اللي قتله.
فبيأمر سورس انها تروح على السفن ومعاها آوى الدامن تعد لإشارته علشان يعزلوا راند عن القوة الواحدة ويبقى إنسان عادي ما يقدرش يتغلب عليهم. وماك كان في الأوضة لما بيقرر إنه يستخدم الخنجر من غير ما يلمسه، بينجح في إنه يربطه في مقدمة عصا خشبية وبيفتح بيه الباب. وبره كان فاين مستنيه وبتفاجئ لما بيلاقيه خارج من غير ما يتأثر بالخنجر، فبيهرب ومات بيقتل كل الحراس اللي بيجوا في طريقه. وعلى البرج إيجون بترفض إنها تهاجم، وفي اللحظة دي بيترمي صخرة كبيرة من مقلاع الجيش الأبيض بتدمر جزء كبير من البرج وبتقتل عدد من الدمن. ما كانش باقي غير إيجون ورينا. في الشارع إيلين بتتصاب بسهم في رجليها، ونايف بتفقد السلدام اللي كانت بتحكم فيها لما بتموت بسهم من الجيش الأبيض. ساعتها نايف ما كانتش عارفة تعمل إيه، إيلين أصلا مش بتعرف تستحضر قوة العناصر مهما عملت. ولما بترجع لإيجون كانت فاقت وشافت طوق على الأرض اتحرر من على واحدة من الدمن أول ما ماتت، فبتاخده. وأول ما رينا بتقرب منها إيجون في غفلة بتحطه على رقبتها بسرعة، ورينا ساعتها بتتريق عليها لأن الطوق مش بيشتغل غير على النساء اللي بينقلوا قوة العناصر. بس إيجون كانت ذكية وبتقول لها إنهم لو ما كانش عندهم القدرة على نقل العناصر زي الآي سي دي ما كانوش شافوا خيوط القوة المنسوجة حوالين إيجون وغيرها من البنات وعرفوا إن عندهم قوة. في لحظتها الطوق بيتفاعل على رينا وإيجون بتتحكم فيها من خلال المعصم، ومع إن كل ألم بتحس بيه رينا إيجون بتحس بيه هي كمان، بس بتتحمل علشان خاطر حريتها. وبتعذب رينا زي ما كانت بتعمل فيها، بتعلقها من الطوق لغاية ما بتجبرها إنها تحررها من طوقها مقابل إنها تحررها هي كمان. ولما رينا بتنفذ رغبة إيجون بتتحرر، بس بترفض إنها تحررها وبتسيبها متعلقة لغاية ما بتموت. ساعتها كان راند وصل علشان ينقذ إيجون، بس هي ما كانتش محتاجة مساعدة حد، قدرت إنها تحرر نفسها بقوة إرادتها وعزيمتها اللي ما انكسرتش. فجأة بيظهر أشاميل وبيعمل إشارة لسورس تخلي الدمن يغزلوا خيوط القوة حواليه ويعملوا عليه حجاب يمنعه من استخدام قوته. وفي الشارع كان مات قابل أصحابه وساعدهم بالخنجر في فتح الصندوق، واخد البوق وجري بيه على البرج علشان يسلمه الراند وينهي المعركة. وساعتها كان بيرن اتعرض لهجوم من واحد من الجيش الأبيض كان هيقتله. لما بيظهر الذئب هوبر وبيحميه وبيهجم على الجندي كان هيقتله، بس الملك لما بيشوفه بيقتل الذئب. ساعتها بيرن عينيه بتتحول للون الأصفر وبيقوم وهو كله غضب ورغبة في الانتقام والقتل، وبيهجم عليه علشان يقتله وبيقتله فعلا. أما مات مش بيعرف يعدي من كتيبة الجنود اللي على البرج، فما كانش قدامه غير إنه ينفخ فيهم. وساعتها بيظهر ورا محاربين البوق الأسطوريين وبيكتشف إن واحد منهم عمره ما انضم للظلام زي ما كان أشاميل بيقول له بيحاول يأكد له، وبيحارب هو المحاربين الأسطوريين الجنود لغاية ما بيقضوا عليهم. المحاربين بينتشروا في المدينة يدافعوا عن الناس ويساعدوهم. أما مات فكان وصل عند راند، ولما بيشوف أشاميل واقف قدامه بيرميه بالرمح اللي في مقدمته الخنجر علشان يقتله، بس بيكتشف إن دي كانت خدعة بصرية من أشاميل والخنجر بيصيب راند في جنبه. ساعتها أشاميل الحقيقي بيظهر وكان هيهاجم راند ويقتله بما إنه رفض ينضم للظلام، بس بتقوم إيجون فجأة وبتحميه بدرع من الطاقة. ومارين بتشوف اللي بيحصل من بعيد على الساحل، فبتقف تغزل خيوط السحر والعناصر علشان تهاجم أسطول السفن اللي عليها الدمن اللي بيهاجموا راند. ولان بيحميها من الجنود وبيقتلهم لغاية ما تنهي مارين مهمتها، وبتبعت شعلتين من النار بيدمروا سفن سورس كلها. وأول ما بيتصابوا راند بيتحرر وبيستعيد قوته وبيهجم على أشاميل وفي إيده سيف من نار بيطعنوا بيه. ساعتها أشاميل بيموت وهو سعيد إنه أخيرا مش حاسس بحاجة. في اللحظة دي مارين بتفتكر النبوة وبتعمل تنين من نار وتبعته على البرج يلف حواليه ويقف في ظهر راند، وكل الناس في المدينة بيشوفوه وبيعرفوا إن التنين رجع يحميهم. بعدها لانفير كانت دخلت أوضة أشاميل وبتتفاجئ أول ما بتدخل إن الألواح المحبوس فيها باقي المنسيين متكسرة، واحدة منهم اسمها موجدين قاعدة تغزل خيوط سحرها وبتغني أغنية برفق برفق من الظلال، وبتقول للانفير إن أشاميل حررهم لما حس إنها خانته، وبتعمل شبكة من الخيوط حوالين لانفير وتهددها إنها تبعد عن راند وإلا هتقتلها المرة الجاية. وأول ما بتختفي موجدين في الظلمة لانفير بتتحرر وكانت بتبكي من الألم والرعب، وبتتمنى لراند القوة على مواجهة اللي جاي، لأن دلوقتي المنسيين الستة اتحرروا مع بعض، يعني العالم مش هيكون في أمان أبدا. لحد هنا بتنتهي مغامرة التنين المرة دي بعد ما رفضوا إنه ينضم للظلام. وبنعرف إن القوة في الثقة في أصدقائنا واتحادنا معاهم، لولا أصحاب راند ما كانش يقدر يتغلب على أشاميل الشرير. لو عجبتكم بقى الحلقة ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله.